بيبدأ الفيلم مع تايلر الجندي المرتزق اللي بيكون لسه مخلص المهمة الأخيرة اللي كان فيها، وبتكون حالته خطيرة جدا وبين الحياة والموت، لكن فريقه بيلحقوا في اللحظات الأخيرة وبينقلوه على مستشفى في دبي علشان يتعالج هناك. وهناك بيكون موجود معاه نيك وأخوه هياز، بيفضلوا معاه لحد ما بيفوق من الغيبوبة وبيدربوه علشان يستعيد قوته ويقدر يقف على رجليه مرة تانية. ومن الناحية التانية في جورجيا بنشوف واحد اسمه زراب لما بيجيله خبر ان اتحكم على اخوه في السجن ب10 سنين زيادة هيتضافوا على المدة بتاعته، وساعتها بيتضايق زراب وبيبعت لمسؤول حكومي كبير وبيطلب منه ان هما يتقابلوا. ولما بيجي المسؤول بيقوله زراب: أنا عرفت إنك من ضمن اللجنة اللي مضت على تمديد حكم أخويا 10 سنين في السجن. فبيقوله المسؤول إن الموضوع ما كانش في إيده بسبب إن أخوه قتل عميل مكافحة مخدرات أمريكي، والأمريكان ضغطوا عليهم علشان يمدوا الحكم بتاعه يا إما كانوا هيجيبوه بنفسهم. والمسؤول بيطمن زراب وبيقوله إن أخوه مميز وبيتعامل معاملة كويسة في السجن، وهو الوحيد اللي معاه مراته وعياله جوه السجن علشان يبقوا تحت عينه على طول. لكن زراب بيقوله: أنت شخص خاين وما دفعتش تمن إن أخويا هو اللي وصلك للمنصب اللي أنت فيه ده أصلا. علشان كده زراب بيخلص عليه وبيخلص على رجالته كلهم وبيقوله: أنت كده دفعت التمن. وفي الوقت ده بنروح للسجن وبنشوف ديفيد أخو زراب واللي بيدخل الزنزانة اللي فيها مراته وابنه ساندرو وبنته نينا، ومراته كيتو بتقوله ما يصحهمش لأنهم بيناموا بصعوبة في المكان ده. وساعتها بيتضايق ديفيد وبيقول لها إنها ملهاش حق تتكلم وإنه مخلي ابنه ساندرو معاه هنا علشان يخليه ناشف ولما يكبر يبقى عضو مهم في عصابة نجازاي زي باباه. فبتقوله كيتو إنها مش عايزة ابنها يدخل في الجو بتاع العصابات والقتل ده وعايزة تربيه بسلام، لكنه بيضربها وبيهددها إنها لو قالت حاجة زي كده تاني هيخلص عليها لأن ده ابنه ويعمل فيه اللي هو عايزه، وهو بيأهله إنه يكون قائد للعصابة لما يموت. بعدها بنشوف تايلر بعد ما خف شوية وقرر إنه يروح يرتاح في الكوخ بتاعه في النمسا، ونيك وياس بيساعدوه وبيوصلوه لحد هناك علشان يقضي وقت هادي بعيد عن المشاكل. وفعلا بيعيش تايلر فترة بيحاول فيها يبعد عن الحروب والصراعات اللي كان بيدخل فيها، وبيفضل يتفرج على الصور بتاعة ابنه والذكريات بتاعته معاه، لحد ما في يوم بيكون تايلر راجع من بره وبيكون في واحد قاعد مستنيه عند الكوخ بتاعه وبيقوله إنه جايله علشان يقوله على مهمة، لكن تايلر بيقوله إنه اعتزل ومش هيعمل مهمات تاني خلاص وبيطرده. لكن الشخص ده بيقوله إن مايا مراته السابقة هي اللي بعتاه، فبيضطر تايلر إنه يسمعه وبيعرف منه إن المهمة دي هي تحرير كيتو أخت مايا واللي موجودة في السجن مع أولادها الاتنين، لكنه بيحذره من جوزها ديفيد واللي أسس عصابة نجازاي هو وأخوه زراب، وبيقوله إن الاتنين دول اتولدوا في الوقت اللي كان فيه حرب أهلية في جورجيا، واللي شافوه في طفولتهم خلاهم ما عندهمش قلب ومش بيخافوا من حاجة. علشان كده العصابة بتاعتهم دلوقتي ما تعتبرش عصابة بالمعنى الحرفي لكنها تعتبر جيش كامل. وعلى طول بيتصل تايلر على نيك وياز وبيقول لهم يستعدوا علشان ييجوا معاه المهمة بتاعته، ونيك بتقوله إنها جاهزة في أي وقت. وبيبدأ تايلر هو كمان يجهز نفسه ويعمل تمرينات علشان يستعيد لياقته ويخف من الإصابات اللي عنده. بعدها بيتحركوا هما التلاتة على السجن، وبيكون في واحد من اللي شغالين في السجن بيجهز المكان عشان تايلر واللي معاه لما ييجوا، وبيعمل لهم أسهم على الحيطة علشان يعرفوا الزنزانة اللي فيها كيتو. وبعد ما تايلر بيوصل بيقطع النور وبيمشي ورا الأسهم اللي معمولة على الحيطة لحد ما بيقدر فعلا إنه يوصل للزنزانة بتاعتهم. وكيتو بتصحي ولادها وبتقول لهم يمشوا معاها علشان يخرجوا من هنا، لكن ساندرو بيكون معترض وعمال يسأل فين باباه وبيقول لهم انه مش هيمشي من هنا من غيره، لكن كيتو بتقول له يمشي دلوقتي وباباه هيحصلهم. وفعلا بيتحركوا وتايلر بيبلغ نيك وياز انه اتحرك وبيطلب منهم يأمنوا الخروج، لكن المشكلة ان نينا بيقع منها الدبدوب بتاعها واللي بيعمل صوت وبيخلي واحد من المساجين ياخد باله، وساعتها بيفضل ينادي على باقي المساجين. وبيعرف ديفيد ان مراته وولاده بيهربوا، وحراس السجن في الوقت ده بيعرفوا ان في حد بيهرب وبيعلنوا حالة الطوارئ في السجن كله. وطبعا المساجين بتستغل الدوشة والفوضى دي وبتحاول انها تهرب معاهم، وتايلر بيقول لكيتو وولادها يفضلوا معاه ويسمعوا كلامه، وبيدخل بيهم في أوضة لكن بيتفاجئ ان فيها مساجين كتير وبيبدأوا يهجموا عليه علشان ياخدوا منه السلاح، لكن تايلر بيقدر انه يتعامل معاهم وبيخلص على عدد كبير منهم وبيخلي الباقي يخاف ويرجع لورا لحد ما بيقدر انه يخرج من الأوضة دي. بعدها بيكمل طريقه لحد ما بيوصل لنفق بيخرج على بره، وبيطلع ساندرو بيقول له انهم جايين وراه، لكن وقتها بيوصل ديفيد
وبيتخانق مع تايلور وبيفضل يقوله إنه مش هياخد ولاده بعيد عنه، وبتحصل معركة بينه وبين تايلور وبتساعده كيتو وبتضرب ديفيد لحد ما بيقدر تايلور إنه يخلص عليه. بعدها بيساعد تايلور نينا إنها تخرج بره، وبيكلم نيك وبيقول لها إنه مش هيعرف يخرج هو وكيتو، وبيطلب منها هي وياز إنهم يتقابلوا عند النقطة جيم. وفعلا بيتحركوا كلهم على هناك، وبيتحرك تايلور وكيتو لكنهم بيوصلوا لساحة موجود فيها كل المساجين اللي كانوا بيحاولوا يهربوا، والشرطة بتشتبك معاهم. ولما بيقف تايلور بيلاقي نفسه محاصر بالمساجين والشرطة من كل اتجاه، ومضطر يتعامل معاهم وبيشتبك معاهم كلهم لحد ما بيقدر إنه يهرب هو وكيتو. وبيوصلوا لياز ونيك، وياز بيقوله إن الخبر اتسرب وعصابة ناجازاي في الطريق دلوقتي وجايين عليهم. فبيقول لهم تايلور إنهم لازم يتحركوا حالا، وفعلا بيتحركوا بالعربيات، وبيتفاجئوا بعربيات عصابة ناجازاي مستنياهم في الطريق، وبيفضلوا يضربوا عليهم نار. وساندرو بيكون مش فاهم ليه رجالة عمه بيضربوا عليهم نار، وبيفضل يسأل على باباه وبيقول لهم إنه عايز يكلمه. وتايلور بيقدر إنه يفجر الموتوسيكلات اللي كانت بتجري وراهم، لكن عصابة ناجازاي بيقدروا إنهم يفجروا العربية اللي راكب فيها تايلور ومعاه الأطفال وكيتو، لكن كلهم بيخرجوا بسلام من العربية ما عدا نينا اللي بتتصاب في إيديها. فبيشيلها تايلور وبيجري بيها، ونيك وياز بيوصلوا ليهم وبيتقابلوا كلهم في محطة قطر نقل البضايع، وبيركبوا كلهم وبيتحركوا بالقطر وبيكونوا فاكرين إنهم في أمان كده. لكن المشكلة إن تايلور بيتفاجئ إن في طيارة هليكوبتر بتطير وراهم، فبيطلع على سطح القطر وبيبدأ يضرب على الطيارة لحد ما بيوقعها، لكن بيكون في طيارة تانية والطيارة دي بتنزل جنود على القطر وبيبدأوا يتحركوا علشان يخلصوا على تايلور. بس نيك بتكون مستنياهم وبتشتبك معاهم، وبيكون القتال بينهم قوي جدا، وبتقدر نيك في الآخر إنها تخلص عليهم، لكنها بتتصاب في كتفها. وفي نفس الوقت بيكون تايلور هو كمان بيشتبك مع باقي المجموعة وبيقدر إنه يخلص عليهم، وبيطلع على السطح مرة تانية وبيوقع الطيارة الهليكوبتر اللي كانت متبقية. وساعتها بيطمن إن ياز كويس، لكن لما بيبعت لنيك بيلاقيها مش بترد، فبيروح بسرعة علشان يطمن عليها، وبيعرف إنها مصابة بس بتقوله إنها كويسة ولسه قادرة تقف، وبتبعت له إنها حاولت توقف القطر أكتر من مرة لكن الفرامل عطلانة. فبيقول لها تايلور إن كده مفيش حل غير إن القطر يتقلب بيهم، فبيجري على الأطفال علشان يأمنهم وبيربطهم وبيقول لهم يستعدوا. وفعلا القطر بيتقلب بيهم، لكن كلهم بيخرجوا منه كويسين. وبعد ما بيوصلوا بتكون في مركب مستنياهم علشان توصلهم للفندق اللي هيقعدوا فيه، وهناك بيسألهم ساندرو عن باباه وبيقول لهم إنه مش هيمشي من غيره. وساعتها بتضطر كيتو تقوله إن باباه مات، والموضوع بيضايق ساندرو وبيفضل يعيط، وبيقول لتايلور أكيد أنت اللي قتلته وماما أجرتك علشان تخلص عليه. فبيقول له تايلور إنه ما كانش قدامه حل تاني، وكده كده باباه كان هيموتها، علشان كده كان لازم يختار يا إما باباه يا إما مامته. بعدها بيتحركوا بالمركب وبيوصلوا للمكان اللي هيركبوا فيه الطيارة علشان تنقلهم على فيينا في النمسا. وفي الطريق بيتصل ياز من تليفون مجهز للاتصال من الطيارة، وبيكلم فريق طبي في النمسا وبيطلب منهم يكونوا في استقبالهم علشان يعالجوا نينا المصابة. وبعد ما بيمشي بيستغل ساندرو التليفون ده وبيتصل على عمه وبيقول له هو فعلا بابا كان هيقتل ماما. فبيقول له عمه زراب ما تصدقش كل اللي بيتقال من مامتك، لانها طول عمرها ما بتحبش باباك وعايزه تاخدكوا وتهرب بيكوا بعيد، وباباك كان حاططكوا في السجن علشان يحميكوا ويفضل محافظ عليكوا. وبيقول لساندرو انت من النجازاي وهتفضل من النجازاي، وفي يوم هتكون الزعيم مكان باباك. فبيقول له ساندرو على المكان اللي هم رايحينه، وفعلا بيجهز زراب رجالته وبيقول لهم ان الموضوع بالنسبه لهم حياه او موت، لان ده اخوه، والرجاله كلها بتقول له انهم مستعدين يضحوا بنفسهم علشانه. وفي الوقت ده بيكون تايلور وصل النمسا وخلى الفريق الطبي يعالج نينا، وبيطمنوا انها بقت كويسه، وكيتو بتشكره على كل حاجه. وبيقف تايلور يتكلم مع ساندرو وبيقول له ان باباه هو اللي دخله في المشاكل دي كلها، وهو ما كانش عايز يقتله لان مفيش عداوه شخصيه بينهم، هو بس كان عايز يهربه هو ومامته علشان يطمن ان هم في مكان امان بعيد عن القتل والدم والحاجات دي. وبيكمل كلام معاه وبيقول له انا كنت اب وحش واتخليت عن ابني المريض علشان كان عندي مهمه مكلف بيها، واخر حاجه ابني فاكرها قبل ما يموت ان باباه سابه ومشي واتخلى عنه. وبيقول لساندرو ان كان زمان ابنه هيبقى في نفس السن، وبيفكروا انهم لعبوا مع بعض وهم صغيرين، بس اكيد ساندرو مش فاكر.
وساندرو بعد ما بيسمع الكلام ده بيحس إنه متأثر وبيقول لتايلر أنا آسف وما كنتش أقصد أعمل كده. فبيسأله تايلر عملت إيه؟ لكن وهم بيتكلموا بيشوفوا طيارة هليكوبتر بتقرب منهم، فبيفهم إن ساندرو بلغ زراب بمكانهم وبيجري تايلر علشان يحذر كيتو ويقول لها تجيب البنت معاها علشان هيهربوا دلوقتي حالا. وبيعرف نيك وياز إنهم لازم يسيبوا المكان ده حالا ويجهزوا، وفعلا بيتحركوا كلهم وبيكون زراب مستنيهم تحت، والطيارة الهليكوبتر طايرة فوق بتضرب عليهم نار، وتيلر بيجري وبيستخبوا كلهم ورا الأساس بتاع البيت علشان الرصاص بتاع الطيارة. وبيكون في طيارة تانية نزلت جنود فوق سطح المبنى علشان ينزلوا على تيلر واللي معاه من فوق ويبقوا محاصرين من كل اتجاه، بس تيلر بيقدر إنه ياخدهم وبينزلوا على الجراج. وبيقول لنيك إنه هيركب العربية المصفحة وهياخد معاه الأطفال وكيتو علشان يهربهم، وهي وياز يركبوا عربية تانية، لكن ساندرو بيسيبهم وبينزل وبيقول إنه رايح لعمه. فبيجري وراه ياز وبيفضل ينادي عليه ويقول له ارجع عشان انت في خطر وانت مش فارق مع عمك زي ما انت متخيل. لكن ساندرو بيفضل يجري لحد ما بيوصل فعلا لزراب، وياز بيستخبى وزراب بيفضل يقول له تعالى لعمك وانت واحد مننا، وفعلا ساندرو بيروح له. وفي الوقت ده بتيجي نيك بالعربية لكن بيتضرب عليها نار والعربية بتنفجر، ولحسن الحظ ان نيك بتخرج من العربية سليمة، بس المشكلة انها بتكون متحاصرة هي وياز. وبتكلم تايلر وبتعرفه انهم محاصرين، فبيقول لهم تايلر انه هيتحرك في اتجاههم دلوقتي، وفعلا بيتحرك في اتجاههم. وبتكون العصابة واقفة على أسطح المباني وبيضربوا بأسلحة RPG، ولما بتوصل هليكوبتر تبع الشرطة بيقدر زراب انه يدمرها. بعدها بيبلغهم تايلر انهم هيتقابلوا على السطح علشان ياخدوا الطيارة بتاعة العصابة ويهربوا بيها. وفي الوقت ده بيكون ساندرو قاعد مع واحد من العصابة وبيسأله هو فعلا عمه زراب ممكن يقتل مامته، فبيقوله لو كنت عايز مامتك تعيش ما كنتش عملت المكالمة دي من الأول. وفي الوقت ده بتطلع نيك على السطح وبتبدأ تشتبك مع العصابة وبتقول لياز يروح علشان يساعد تايلر، وفعلا بيروح ياز لكنه بيقابل على السلم 2 من العصابة وبيشتبك معاهم، وواحدة منهم بتكون قوية جدا وبتكون هتخلص عليه لكنه بيقدر انه يقتلها في الآخر. وفي الوقت ده بيكون تايلر في الدور اللي قبل الأخير واللي عبارة عن جيم، وبيكون عمال يقتل في العصابة لكنه بيشوف ان على سطح المبنى بتقع نيك وواحد تاني من العصابة بعد ما الاتنين ضربوا بعض، والمشكلة ان السطح بيكون مايل ومصنوع من الإزاز، وبيشوف ان فرد العصابة بيقع في الشارع علشان كده بيخلص على الناس اللي معاه بسرعة وبيتحرك علشان ينقذ نيك اللي بيكون مغمى عليها، وبيقدر يوصل في اللحظة الأخيرة وبيكسر الإزاز علشان يقدر يمسك في الحديد، وبيتعلق بإيد والإيد التانية ماسك بيها نيك اللي كانت هتقع في الشارع. وساعتها بيظهر زراب وبيضرب تايلر بالنار في إيده اللي ماسك بيها نيك وبيقول له إنه مش هيخلص عليه قبل ما يخليه يفقد البنت اللي ماسكها دي علشان يجرب إحساس إنه يفقد حد عزيز عليه. لكن قبل ما يضرب مرة تانية بتفوق نيك وبتضرب نار على زراب، وساعتها بيمسكها تايلر وبيحدفها على الشباك الإزاز بيخليها تكسره وتدخل جوه المبنى، وعلى طول بتجري على المكان اللي فيه كيتو ونينا وبتقدر إنها تساعدهم وتلحقهم. وبيوصل ياز وبيكون مصاب لكنه بيقول لهم إنه قادر يمشي وهيطلعوا كلهم على السطح علشان يهربوا. وفي الوقت ده بتكون في معركة قوية جدا بين تايلر وزراب والاتنين بيضربوا بعض، لكن الإزاز بيتكسر من تحت زراب وبيقع تحت بيغمى عليه، فبيجري تايلر علشان يوصل على سطح المبنى ويركب معاهم الطيارة، وساعتها بيفوق زراب وبيحصلهم على السطح وبيضرب نار على ياز اللي بيكون بيجري على الطيارة وبيقدر إنه يقتله، لكن تايلر بيجري عليه وبيقدر إنه ياخد ياز معاه على الطيارة وبيقول لنيك تتحرك، وفعلا بيتحركوا وبيفضل تايلر يحاول إنه يعالج ياز لكن للأسف مش بيلحق وبيموت ياز، ونيك بتزعل عليه جدا وبتفضل تعيط وبتكون مش مصدقة نفسها. بعدها بيروحوا كلهم على مكان أمان علشان يرتاحوا فيه، وبتوصل مايا أخت كيتو تسلم عليها وبتطمن إنها كويسة وإن تايلر قدر يساعدها. ومن الناحية التانية بيكون واحد من العصابة بيطلب من زراب إنه ينسى كل اللي حصل ويحافظ على حياة باقي الجنود اللي معاه، وبيقولوا إنهم النهاردة بس فقدوا 10 من أفضل رجالتهم في الحرب دي ومفيش أي حاجة هترجع أخوه، وبيقوله أنت لازم تكون قدوة لساندرو. وساعتها بيضربوا زراب بالنار وبيقوله ساندرو مش هيتعلم لو شاف عمه بيهرب من الحرب. وبعد شوية بيتصل زراب على تايلر وبيقوله احنا لازم نخلص اللي بينا لاني مش جالي نوم طول ما انت لسه عايش، وتايلر بيقوله ان هو كمان مش جايله نوم طول ما ساندرو مش معاهم، علشان كده بيتفقوا انهم يتقابلوا في المطار القديم اللي جنب كنيسة سانت
جورج. وفعلا بيبدأ تايلر إنه يجهز نفسه ويجهز الأسلحة، هو بيركب عربيته علشان يروح على هناك، ونيك بتجري وراه علشان تعرف المكان اللي هو رايح له، لكنه بيرفض يقول لها، هو بيتحرك لوحده. هو بيروح وبيقابل زراب، وبيتفاجئ إن زراب حاطط حزام ناسف على ساندرو وبيهدده بيه إنه لو قرب هيخلص عليه. وتايلر بيفضل يقوله إن ده ابن أخوه ومش مصدق اللي بيعمله فيه ده، لكن زراب بيقوله إن أوقات الحرب بتضطر الواحد إنه يعمل حاجات ما كانش ناوي يعملها علشان يكسب الحرب في الآخر. وبيطلب وقتها من تايلر إنه يسيب السلاح من إيده، وفعلا بيضطر إنه يسيب السلاح، لكن بتوصل نيك وبتهدد زراب بالسلاح، وزراب بياخد ساندرو درع بشري وبيقول لهم لو حد قرب هخلص عليه. ونيك بتقول له انا مش فارق معايا لان اخويا مات وممكن اخلص عليك انت والطفل. طب يطلب منها تايلر انها تهدى وتسيب السلاح بتاعها، وفعلا بتعمل كده. وساعتها ساندرو بيضرب زراب وبيطير السلاح من ايده وبيدي فرصه لتايلر انه يضربه، وزراب ونيك بيفضلوا يضربوا نار على بعض هما الاتنين، لكن تايلر بيتدخل وبيجري على زراب، وبتحصل معركه قويه بينهم برضه، وبيستخدموا كل الاسلحه اللي كانت موجوده في المطار. وبيتصاب تايلر لكنه بيقدر يجمع قوته وبيضرب زراب لحد ما بيخلص عليه في الاخر. لكن بعد ما بيخلصوا بيوصل البوليس وبيقبض على نيك وتايلر وبياخدهم على السجن. وبعد شويه في السجن بنشوف ان تايلر جايله زياره من مايا، وبتقوله انها بتشكره على كل اللي عمله معاها ومع اختها، وبتقوله ان ابنهم قبل ما يموت ما كانش بيقول ان باباه اتخلى عنه ولا حاجه، ده كان بيقول ان باباه بطل وسافر علشان يساعد الناس. وبعد ما بتخلص الزيارة بيعرف إن في عربية مستنياه علشان تنقله يشوف شخص مهم، وفعلا بيتحرك وبيقابل الشخص اللي قابله قبل كده لما عرفه إن مايا مراته عايزاه في مهمة. والشخص ده بيقول لتايلر إنه يقدر يخرجه من هنا بس بشرط إنه يعمل له مهمة، فبيقوله تايلر إنه موافق بس مش هيخرج لوحده، هيخرج هو ونيك. فبيضحك الشخص ده وبيقوله إنه كان عارف إنه هيطلب منه كده. وبتوصل عربية وبتنزل منها نيك هي كمان، وساعتها تايلر بيقوله أنا معرفتش اسمك لحد دلوقتي، فبيقوله مش مهم اسمي، المهم اسم الشخص اللي أنا شغال لحسابه واللي هيخرجك من هنا ويقدر يعمل أي حاجة. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك، ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروة القاضي.